البريان الطبقات ملحمة النار والزمن. في هذا القدر ليس الماء مجرد ماء ولا اللحم مجرد لحم، كل عنصر يحكي قصة، كل طبقة تحمل إرث حضارة. هنا داخل قدر واحد يلتقي الشرق بالغرب، الماضي بالحاضر، النار بالزمن. كما كانت الحرائق الأولى تعلم الإنسان الصبر، وكما كانت الأسواق القديمة في الهند تنقل التوابل من ميناء كاليكوت إلى بلاط الخلفاء، هنا نعيد اكتشاف ذلك التاريخ حبة حبة، طبقة طبقة. وضعت قدرا فيه ماء، حين التقى اللحم بالماء بدأ فصل من الأسطورة. الماء يغلي، ومع غليانه بالنار تأكل النار الزمن. تظهر الرغوة كأنها ذكريات اللحم تخرج نفسها من الماضي. أزلتها ليس للنظافة بل للحفاظ على الصفاء. على جانب النار قدر آخر يحتوي على الزيت. دخلت البطاطا وغمرت بالزيت كما يغمر التاريخ المدن القديمة. صوت فرقعة الزيت هو لغة النار مع المكونات. ثم جاء البصل صامتا حادا وخرج حلوا هشا مقرمشا. كما تحولت البشرية من صعوبة الصحراء إلى رخاء المدن. هذه ليست مجرد مكونات، هذه حكمة النار المخبأة داخل المكونات. الكشمش يلقى بسرعة، حلاوة خاطفة تذكرنا بالأسواق القديمة حيث كانت التوابل والحلوى تقاس بالذهب. في قدر ثالث أري الماء مع الملح والدارسين والبهارات التي تستعملها أمي للبرياني، والتي لم أتذوق أطيب منها في أي مطبخ في المعمورة. كل رشة بهارات خريطة رحلة عبر الزمن، من أسواق بغداد القديمة إلى موانئ الهند. أضفت ماء اللحم وأصبح الماء أكثر من ماء، أصبح روحا يحمل نكهة الماضي ودفء الحضارات التي طبخت قبلنا. الرز العنبر يضاف بهدوء، كل حبة تتشرب النكهة، كما يشرب المؤرخ صفحات كتابه بعناية دون تعجل لتبقى كل التفاصيل حية. ثم الشعرية تحمص وتكتسب لون الذهب الداكن. ملعقة سكر تضيف الكراميل، ورشة ملح تعيد التوازن للعالم بأسره. وأخيرا يضاف مرق اللحم لتصبح اللحظة انسجاما كاملا بين الماضي والحاضر. ثم نقل اللحم إلى المقلاة ليحمر. حين تلامس النار السطح يبدأ تفاعل ميلا، ذلك السحر الكيميائي الذي حول التاريخ إلى لون والرائحة إلى رسالة. اللون الغامق ليس مجرد طعم بل توقيع الحضارة على اللحم. بعد تحميص الشعرية يعود اللحم إلى المقلاة. أضفت للحم الملح والفلفل الأسود ويصبح طعم اللحم قويا وواضحا. كما كان الحكام يوقعون على مصائر المدن، يترك أثره حاضرا وحاضرا في كل قضمة لاحقة. ثم الزبدة أو الدهن الحر يذوب ببطء كما يذوب التاريخ في الروايات. الخضار المجمدة جزر وبازاليا وبطاطا تشوح بسرعة، ألوانها تضيء الطبق. كما كانت الحدائق العباسية تنقش في بلاط القصور، تضيف توازنا، نكهة وجمالا بصريا. نفتح قدر الرز وتبدأ لحظة الخلق. الرز وفوقه طبقة اللحم، ثم البطاطا، ثم الكشمش، ثم الخضار، ثم الشعرية، ثم البصل المقرمش. طبقات فوق طبقات، كما تبنى الحضارات، كما يخط التاريخ على صفحات الزمن. ولا شيء عشوائي، كل شيء في مكانه بدقة الكواكب في مداراتها. حين يقلب القدر وتخلط المكونات لا يخلط الطعام فحسب، بل يظهر السر كله. كل طبقة تحكي، كل رائحة تشهد، كل لون يروى. تذوق خلف الكاميرا، بعض اللحظات لا تعرض بل تعاش. هذا ليس برياني، هذا تاريخ يطبخ، حضارة تقدر، رحلة يؤكل كل جزء منها. في كل قضمة تشعر بالأسواق القديمة، النكهات المهاجرة، النار التي علمت الإنسان الصبر. وهنا داخل هذا القدر تلتقي كل هذه القوى لتصبح ملحمة على طبق واحد. إذا أعجبك هذا السفر عبر الزمن فسافر إلى يوتيوب، وهناك القصة الكاملة، واشترك لتدعمني.